السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي. هنعمل معاكم النهاردة طريقة عمل المسقعة المصرية، بجد من اطعم واسهل الوصفات. يلا بينا كده على بركة الله نسمي ونشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. معايا هنا بتنجانتين في حجم نص كيلو. طبعا المقدار بيرجع لك. طبعا البتنجان ده اللي احنا كنا جايبينه في المشتريات بتاعتنا اللي احنا شايفينها مع بعض يعني. طبعا انا هنا بقولك الكمية بتاعتك حسب طبعا افراد اسرتك او حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. معايا هنا برضو 4 قرون برضو من الفلفل، برضو والفلفل برضو كان من المشتريات برضو اللي احنا شايفينها مع بعض. هنبدأ ان احنا نعمل النهاردة مع بعض احلى صينية او طاجن مسقعة ممكن تعمليه. هنا هبدأ ان انا اقطع البتنجان بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا هقشره، لو انت حابة ان انت ما تقشرهوش عادي، بس انا بحب ان انا اقشره عشان عندنا بعض من افراد الاسرة يعني ما بيحبش القشر في الحاجات دي. هقشره معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا لو فاتك حتة يعني كده من القشر عادي يعني. هبدأ ان انا اقطع واقشر الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل مع بعض احلى صينية او طاجن مسقعة ممكن تعمليه من غير اي تكلفة خالص، ومن غير ما يشرب معاكي زيت، وهيبقى في منتهى الجمال وما فيهوش اي زيوت خالص زي ما انت هتشوفيه كده. وكمان طعمه هيبقى تحفة جدا والريحة بتاعته حكاية. اتمنى منكم تجربوه، لو عجبكم قولوا لي رايكم في التعليقات. عايزه اقولك ان الوصفه بتاعتنا دي من الوصفات الاقتصاديه السهله زي ما انت شايفه كده. طبعا الوصفة بتاعتنا من غير لحوم خالص، يعني وصفة، طبعا الوصفة بتاعتنا ديت من الوصفات الاقتصادية، واحنا طبعا بنحب الوصفات الاقتصادية او الوصفات السهلة السريعة يعني زي ما انتوا عارفين. طبعا البتنجان بتاعي كان مغسول كويس وقشرته من القشر بتاعه زي ما شفتوا معايا كده. هبدأ ان انا اقطعه تقطيعة سميكة شوية او التقطيعة بتاعتي تبقى محملة يعني. طبعا التقطيعة بترجع لك انت عايزة تقطعيه طبعا حلقات زي ما انا عاملاه كده عادي، عايزة تقطعيه مكعبات اي حاجة زي ما انت حابة يعني. طبعا البتنجان بتاعي ما شاء الله عشان صابح، البتنجانة طرية وجميلة، وطبعا البذور اللي فيها دي بذور قليلة يعني. عايزة اقولك ان انت ممكن تقطعي البتنجان بتاع المسقعة باي شكل انت تحبيه يعني. هبدأ ان انا هنا اقطع الفلفل بتاعي، هضغط كده على الجزء الفوقاني من الفلفل كده، هضغط عليه لجوه وابدأ ان انا اقطعه زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزة عادي تقطعيه برضو بسكينة عادي، لان طبعا مش هيفرق معاكي حجم الفلفل. طبعا مش هيفرق معانا حجم الفلفل في الوصفة بتاعتنا دي. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الاكلة دي من الاكلات فعلا اللي تنفع معاكم في فطار وغدا وعشاء. طبعا مش هتقول معاكي لا يعني لو انت عملتها في فطار او في غدا او في عشاء يعني، لانها طبعا من الوصفات الاقتصادية اللي هي السهلة السريعة. هنا طبعا عشان البتنجان بتاعك ما يشربش معاكي زيوت، هنبدأ ان احنا نرش عليه رشة بسيطة من الملح، وممكن برضو تحط رشة بسيطة وتنقعيه برضو على ما احمر البتنجان بتاعنا كده في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا حاطة كمية زيت قليلة. هنعمل مع بعض كده اجمل واطعم شوية رز بشعرية ممكن تعملوها مع الاكلة دي. هنا حطيت معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت، وهنزل عليهم بفصين من المستكة، وهنزل عليهم كده بشوية من الشعرية. طبعا برضو زي ما قلتلك ان الكمية بترجعلك انت يعني. هحمر الشعرية بتاعتي في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وهفضل ان انا اقلب فيها، لان طبعا الشعرية مبتاخدش وقت على النار خالص لعند ما تحمر معايا وتاخد اللون الذهبي زي ما شفتوه. هنزل عليها بقى بكوباية كده من الرز المصري بتاعنا العادي يعني، مغسول كويس ومنقوع. هبدأ ان انا احط الملح بتاعي وهشوحهم مع بعض كده، وهنزل بقى بالمية بتاعتي. هنزل هنا بقى بكمية المية اللي الرز بتاعي يعني هيحتاجها، وهديله برضو تقليبة كده، وهغطي عليه برضو لعند ما الرز بتاعي يتشرب المية بتاعته خالص. هنا بعد ما الرز بتاعي يتشرب المية بتاعته خالص، هبدأ ان انا بقى اوطي عليه النار خالص عند ما يستوي معايا. طبعا انا كنت في الفترة بقى اللي انا بعمل فيها الرز كنت بحمر طبعا البتنجان معايا عشان طبعا ما ناخدش وقت ولا مجهود في المطبخ. هنا معايا كوباية من الصلصة بتاعتي. هنا طبعا كانت عندي طماطم ومسبكة، خدت منها كوباية زي ما انتوا شايفينها كده. ده المقدار اللي انا محتاجاه للكمية بتاعتي يعني. معايا هنا نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، ومعايا برضو نص معلقة من المرقة الفورية، ومعايا برضو ربع معلقة من الملح عشان طبعا المرقة بتاعتي فيها ملح. وهنا هبدأ ان انا احط برضو نص معلقة من التوم بتاعي المفروم. انا مش هحمر التوم معايا، انا هحطه فريش عادي يعني.
وهابدأ إن أنا أحط هنا ربع معلقة من السكر عشان طبعًا الحموضة بتاعة الطماطم، وهاحط معلقتين من الخل. أنا باحب أحط الخل في الوصفة بتاعتي دي. عايزة أقول لِك إن معلقتين الخل اللي أنتم بتحطوهم في الوصفة بتاعتنا دي بيفرقوا معاها في الطعم وفي الريحة، وعايزة أقول لِك بتخلّي الريحة بتاعة المسقعة مع البهارات دي بتخلّيها في منتهى الجمال. عايزة أقول لِك إن أنا هنا حطيت البهارات بتاعتي وحطيت التوم والتوابل مع الطماطم المسبكة وقلبتهم مع بعض كويس من غير أي زيوت خالص. أنا هاكتفي بالزيوت اللي إحنا محمرين بيها البتنجان بتاعنا أو اللي البتنجان بتاعنا شربه. هابدأ إن أنا أقطع الفلفل على البتنجان بعد ما رصيته بالشكل ده. عايزة أقول لِك إن المسقعة دي عادي ممكن تحطي فيها طبعًا فلفل ألوان، ممكن تحطي فيها فلفل اللي هو الحامي، بس أنا طبعًا ما بنحبش الحامي في الوصفات بتاعتنا، فنكتفي بالفلفل بتاعنا الرومي العادي ده. طبعًا في ناس برضه بتحمّر برضه قطع برضه من البطاطس برضه وتحطها برضه مع المسقعة، بس إحنا عايزينها تبقى اقتصادية فهنكتفي بالحاجة بتاعتنا دي. هنا بقى بعد ما رصيتها كده كويس، هابدأ إن أنا أسقي الطاجن بتاعي بكمية الطماطم اللي أنا عملتها. وما تخافيش أنا طبعًا كنت مخففة الطماطم بتاعتي بشوية مَيّة عشان طبعًا أنا باحبها تبقى خفيفة كده. طبعًا هاسقي المقدار بتاعي كله للطاجن زي ما انتم شايفينها كده. وطبعًا هنا أنا كنت في الفترة دي طبعًا مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية. هابدأ إن أنا أدخل الطاجن بتاعي على الرف اللي في النص، ياخد بس يا دوبك 10 دقايق كده في الفرن عند ما يستوي معانا وياخد الشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه معايا في آخر الفيديو. طبعًا هنا كان الرز بتاعي استوى. هابدأ إن أنا أقلبه تقليبة كده بسيطة، أغطي عليه ساعة تقديم الأكل عشان طبعًا يبقى محتفظ بالحرارة بتاعته ويبقى الأكل بتاعي كله سخن يعني. وهنا كان الطاجن بتاعي خرج من الفرن وكان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أنا باحب الطاجن يبقى فيه نسبة صوص شوية، مبحبهوش ناشف يعني. هنا كنت قدمت بقى معاكم الأكل زي ما انتوا شايفينه كده، قدمت خيار مخلل وفلفل طبعًا، وهنا كنت سلقت بيض وحمرت بطاطس. عادي لو انت عايزة تكتفي بوصفة المسقعة دي بعيش بلدي هتبقى برضو جميلة قوي، بس احنا هنا بنحب نعمل جنبها شوية رز بشعرية كده وبتبقى بألف هنا وشفا. عايزة أقولك إن بجد دي أحلى وأجمل طريقة مسقعة هتجربوها في حياتكم. جربوها وأنا متأكدة إن شاء الله إنها تعجبكم. الوصفة بتاعتنا طبعا سهلة وسريعة واقتصادية جدا، وأهم حاجة طعمها يا جماعة، الطعم بتاعها خطير. تنفع معاكم زي ما قلتلكوا فطار وغدا وعشاء، مش هتقول لأ يعني. وطبعا تمشي برضو مع رز وتمشي برضو مع عيش عادي برضو. عايزة أقول لكم إن الوصفة بتاعتنا دي من أجمل الوصفات اللي انت ممكن تجربيها وممكن تعمليها. طبعا حبايب قلبي اللي مشرفيني دايما، لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وقولوا طبعا رأيكم في التعليقات لأن طبعا رأيكم يهمني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.